السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ احنا هنعمل معاكم وصفة جديدة دلوقتي، حاجة حلوة للاطفال وللكبار، تمام؟ بالبسكويت اللي متبقى عندنا من العيد. تمام، هنبتدي دلوقتي نعمل ايه. هنمسك البسكوت نطحنه في المطحنة، تمام؟ وبعد ما نطحنه في المطحنة ويبقى ناعم كده، تمام، هنحط عليه 4 مكعبات زبدة. خلاص. وبعد كده نقلب فيه بالسباتولا كده، نقلب فيه لغاية ما ايه، لغاية ما يشرب السمنه كلها، الزبده كلها مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده همسكه ايه، انضف بقى المعلقه خالص واعمله بايدي اهو كده لغايه ما ايه، ما يشرب الزبده كلها تشرب في البسكويت، تمام، زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هاجي جايبه قوالب الكب كيك. انا جايبه الورق اللي هو بتاع الكب كيك وجايبه القالب بتاع الكب كيك، وبحط زي ما انتم شايفين كده. انا بقى ما لقيتش كاس او اي حاجه تكون زي ما انتم شايفين بعمل بيها كده. انا لقيت عندي الملاحه ديت بتاعه الطقم الصيني فحطيتها، وبعمل زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. تحطيها وتملي حوالين منها كويس قوي وتضغطي بالمعلقه، تمام، زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. تضغطي كويس قوي، تحطي بايدك وتضغطي بالمعلقه اهو. اتعملت واحده ودي التانيه اهيت، التالتة كمان اهيت معاكم، تمام اهوت بالطريقه دي. مش هتاخد معاكم وقت خالص، وحاجه سهله وحاجه حلوه وجميله والاطفال هيفرحوا بيها، وفي نفس الوقت بتلمي البسكويت اللي هم مش قادرين ان هم معترضين ان هم ياكلوه اصلا في البيت عندك، فانت بتجددي منه بطريقه جديده. ماشي، هكمل الوصفه هكمل بقيه الحاجه مع نفسي وارجع لكم نشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. انا خلصت كده معاكم خلاص كل الكب كيك. انا احتجت حوالي 4 تانيين كانوا فاضيين عندي، طحنت لهم حبه في الخلاط. ماشي، بس انا بصراحه ما تحطوش زبده غير ما تتاكدوا من البسكوت بتاعكم محتاج او مش محتاج. انا البسكوت بتاعي ما كانش محتاج، فاضطريت ان انا طحنت الحبه التانيين، ما رضيتش احط عليهم لان لقيت التاني الزبده بتاعته عاليه فيه شويه. فانتوا لو جبتوا بسكويت من محل حطوا له زبده هيحتاج، لكن لو بسكويت البيت بعد ما تطحني لقيتيه محتاج حطي له، مش محتاج خلاص ما تحطلهوش، تمام، عشان ما يبقاش ايه عامل يبقى فيه سمنه كتير او زبده كتير. لا، هو انا شفته كده احسن لما انا طحنت الحبه الاخرانيه لقيتهم احسن بصراحه وافضل. ماشي، تعالوا بقى نخش على المرحله الثالثه. انا كده وصفت لكم كل حاجه وقلت لكم كل يعني الحاجات اللي وقفت في طريقي. فاحنا هنحط دلوقتي، هنشيل الكب كيك ده نحطه بقى في التلاجة عشان نشوف بعد كده احنا هنعمل ايه مع بعض ان احنا هنزين بيه الكب كيك. انتوا كده عرفتوا الفرق خلاص، تمام. طبعا نخش ندخله التلاجة. هاجي جايه هنا جايبه حوالي 8 كيلو شوكولاته، دي كريمه خفق، فضيتها فوق منها، تمام. انتوا عايزين الشوكولاته صح هتفضوا العلبه كلها، عايزينها متجانسه فضوا نص العلبه، وتدخلوها الميكرويف او على حمام مائي وتقلبوها بالمنظر ده، هي هتسيح معاكم وتبقى بالشكل ده، تمام. وبعد كده هنجيب بقى ايه، شوكولاته بيضه كانت عندي، بس انا بصراحه ما حطيتش. الغلطه اللي انا غلطتها في الشوكولاته البيضه ان انا ما حطيتش لبن عليها. انتوا حطوا لبن عشان تبقى سايله معاكم، حطوا معلقتين لبن على الشوكولاته البيضه عشان تبقى سايله معاكم بالطريقه دي، او يعني سايله شويه عن كده كمان احلى من كده. لكن الشوكولاته البيضاء لو انتم حطيتوها زي ما هي هتجمد، هتبقى ايه، عامله زي الشوكولاته اللي بتشتروها من المحلات كده، بتقرقش كده، بتبقى تدي قرشه كده. ماشي، انا حبيت السايله بصراحه، يعني انا حبيت اللي هي البني دي مع البسكوت. لما طلعتها من التلاجة وهديت وطلعوها بقى عشان تاكلوها قبلها ب5 دقايق، قبل ما تاكلوا منها ب5 دقايق يطلعوها، يبقى طعمها تحفه. وهتلاقي الشوكولاته نازله كده بتلظ كده وجميله كده، لعشاقين الشوكولاته تبقى جميله وروعه. وانتوا بقى التشكيل ده كل واحده وذوقها. انا زينت بالطريقه دي، انت بقى حسب انت ذوقك للتشكيل. انا عملت على يعني على قد ما عرفت بالطريقه دي. انت عندك بقى التشكيل زي ما انت عايزه تشكلي، تحطي بيضه تحت، بيضه في البيضه تحت وفي النص الغامقه وفيها البيضه. عايزه تشكلي زي ما انا بعمل كده واحده وواحده براحتكم. عايزه تحطي بعد كده فرماسيه، تحطي الاشكال الملونه دي. انا كده خلاص خلصت التزيين اهوت، هاخدها ادخلها التلاجة، تمام، وهوريها لكم بعد ما تطلع من التلاجة. متنسونوش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك، تفعلوا الجرس واشتركوا لي على التيك توك. ماشي، وان شاء الله الوصفه تطبقوها وتعجبكم باذن الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.